السلام عليكم. عشان ما يضحكش عليك زي ما ناس كتير بيضحك عليها وبتتخدع في الشواحن، هقول لك ازاي تعرف الشاحن الاصلي من اللي مش اصلي، والوصله الاصليه من اللي مش اصليه. معلومه صغيره بس مهمه ومفيش حد يعرفها، ما يعرفهاش بس الا المتخصصين او الناس اللي بتشتغل في الموبايلات. حاجه صغيره كده زي ما قلت لك وبسيطه، ملهاش علاقه بالكتابه اللي مكتوبه على الشاحن ولا الرموز المكلكعه والحاجات اللي صعب تفهمها او الحاجات اللي الناس اللي مش فاهمه او مش متخصصه في الموبايلات تفهمها. وعشان ما اطولش عليك، تعال بص معايا على الشواحن. ده شاحن اصلي، سيبك من الوصله دي عشان مش اصليه. بص كده، بص على الكتابه دي وبص على الريشه دي. الكتابه هي على اليمين، الريشه البلاستيك دي اللي بيدخل فيها الوصله بتاع اليو اس بي، في حته فاضيه اهي وفي ريشه بلاستيك بتبقى موجوده في كل الشواحن. دايما الريشه البلاستيك دي في الاصلي عكس الكتابه، يعني الكتابه هنا على اليمين، الريشه هي على الشمال. طيب تعال نشوف شاحن اصلي تاني. ده برضو شاحن اصلي. خلي الوصله دي لما يجي دورها نتكلم عنها كمان شويه. هنا برضو اهو الكتابه على اليمين، الريشه على الشمال. تمام. دايما كل الشواحن الاصليه كده، لو لقيت الريشه في اتجاه الكتابه اعرف ان الشاحن ده مش اصلي. تعال اوري لك شاحن مش اصلي. ده شاحن مش اصلي. بص يا سيدي، الكتابه اهي، الكتابه على اليمين والريشه برضه على اليمين. يعني في الاصلي الكتابه على اليمين، الريشه على الشمال اهي. في اللي مش اصلي الكتابه على اليمين، الريشه برضه على اليمين. في الشاحن اللي مش اصلي الريشه في نفس اتجاه الكتابه، والاصلي الريشه عكس الكتابه. تمام. دي كل الشواحن الاصليه كده. تعالى بقى اوري لك عينه تانية من الشواحن اللي مش اصلي. هتلاقي الكتابه ممكن تكون مكتوبه هنا. مفيش شاحن اصلي الكتابه هنا، لازم بتبقى هنا في الناحيه العريضه، وبتبقى على عكس الريشه زي ما قلت لك. في اللي مش اصلي بقى ممكن تلاقيها هنا، تلاقيها هنا، تلاقيها هنا، في اي مكان بتتكتب. حاجه تانية برضو عايز اوريها لك. بص على الشاحن ده كده، شايف الفتحه بتاع اليو اس بي بالطول. مفيش شاحن اصلي الفتحه فيه بالطول، وطبعا اكيد انت عارف ان مفيش شاحن اصلي باتنين يو اس بي. الاتنين يو اس بي دي في الشواحن اللي هي الكوبي بس. فلو لقيت اي شاحن فتحه اليو اس بي بالطول كده مش بالعرض، اعرف ان الشاحن ده مش اصلي من غير ما تفكر ولا تدور على اي حاجه تاني. وتعالى بقى نبص على الوصلات. دي وصله اصليه، اللي هشرحه لك ده مش هيبان في الكاميرا انها حاجه رفيعه خالص او صغيره، الكاميرا مش هتجيبها. بص على الحته او الناحيه اللي بتدخل في الشاحن اللي هي اليو اس بي. كل وصله يو اس بي او كل وصله شاحن فيها 4 ريش من هنا، الناحيه اللي بتدخل في الشاحن زي ما اتفقنا. الاثنين اللي في الطرف بيبقوا عراض، عريضه شويه عن الاثنين اللي في النص. الاثنين بقى العراض اللي في الطرف دول في الاصليه بتبقى اعرض او اكبر من الكوبي، وبعدين بتبقى مفرغه كده فيها خطوط، تحس ان هي متقسمه او متقسمه 2 أو 3، بقى فيها خط او خطين، وبتبقى عريضه عن الكوبي. تعال نبص على اي واحده كوبي كده. هات مثلا دي، زي ما قلت لك كده مش هتبان في الكاميرا، بس انا برضو اعمل اللي عليا. هنا اهي في الكوبي رفيعه. الاثنين اللي في الطرف، الاثنين اللي في النص سيبك منهم لان هم اصلا ما لهمش دور كبير، بس غالبا بيبقوا كلهم زي بعض. الاثنين اللي في الطرف اهم في الكوبي رفيعين وحته واحده مفيش فيهم خطوط. الاصليه بقى عريضه اكتر، وبرضو فيها فيها خطوط كده، تحس ان هي متقسمه. معرفش هي متقسمه ولا لا، بس هي فيها خطوط، فيها كذا حز كده. بس يا سيدي، يا رب اكون قدرت افيدك او اوصل لك المعلومه اللي انا عايزك تعرفها، عشان محدش يضحك عليك، ولما تمسك شاحن في ايدك تبقى عارف هو اصلي ولا مش اصلي. وفي النهايه بقى، لو انت بتشوفني على يوتيوب اشترك في القناه، ولو بتشوفني على فيسبوك تابعني، وكده كده في الحالتين هتعمل لايك للفيديو. تحياتي، ونتقابل الفيديو الجاي. سلام.